السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير، وإن شاء الله خاوتي تكونوا في ألف صحة وألف عافية. جيت خاوتي اليوم بربي إن شاء الله بكسرة كاطو. كنت خاوتي درتها لكم من قبل بالدقيق وبالفرينة. الخطرة هذه خاوتي نديروها بالفرينة فقط، راح تجي بنينة بزاف. فقط خاوتي تبعوني للأخير، راح تنال إعجابكم وتنال إرضاكم، على خاطر جات بزاف بنينة هشة طرية تذوب في الفم. نديروها خاوتي مع البن هكذا والزبدة والتمر، راح تجي ما شاء الله. فقط خاوتي تابعوني للأخير. في ريسيبيون هكذا خاوتي كيما راكم تشوفوا، جبت 4 كيلات تاع فرينة فقط. درت كيلة إلى ربع تاع زيت. حطيت ملعقة معمرة تاع ملح، ملعقة تاع خميرة فورية، نص ملعقة تاع خميرة كيميائية، وحطيت الجنجلانية، وحطيت نصف ملعقة صغيرة تاع كركم بتعطينا لون أصفر رائع للدقيق تاعنا. جربوا هذه الطريقة وبإذن الله راح تنال إعجابكم وتنال رضاكم إن شاء الله. نحركوا المقادير هذيك جيدا، ونحاولوا ندخلوا الزيت هذاك في الفارينة، ونبداو نطموا الدقيق تاعنا بالماء. الماء يكون غير من الحنفية، ما يكونش بارد بزاف وما يكونش دافي. راح نستعملوا الماء من الحنفية فقط. طموا العجينة تاعنا ونحاولوا خاوتي الخطرة هذه ما نديروهاش جارية، نديروها شوية متماسكة نوعا ما، رايحة كيما نقولوا هنا الليبوسة، ماهيش رايحة ما تكونش جارية، تكون بالعكس جاية شوية يابسة. باه نتحصلوا على عجينة دوك نحطوها غير تريح، راح تتشرب معنا جيدا، ونلقاوها طرات وحدها بإذن الله. نعجنوها أخوتي واحد لمدة 10 دقائق فقط، ثم أخوتي نرجعوها في البول تاعنا هذاك، الريسبيون هذاك تاعنا، فوالا. ونغطيوها خاوتي بالكيس بلاستيكي غذائي، فوالا. ونخليوها تريح واحد لمدة 10 دقائق فقط، ونوليو ليها نلقاوها. شوفوا كيما راكم تشوفوا خاوتي ولات طرية، اللون تاعها هذاك جاء اصفر ما شاء الله. كما كنت قلت لكم ديروا نصف ملعقه تاع كركم، راح تعطينا لون رائع صفر الكسره تاعنا، وتجي بنينه، تجي المنظر تاعها رائع. كما نقولوها وكما نعرفوا العينين ياكلوا قبل الفم ان شاء الله. نقرصوها خوتي بالطريقة هذه، راح تجيكم سهلة في اليد، ما يشرح تعبكم إطلاقا. نعجنها خوتي، نحاولوا نديروها دائرة الشكل كما نديروا الكسرة عادي. مام خوتي الجلجلانية هذيك راح تمد لكم طعم هايل بزاف. الكسرة هذه تحسوا رواحكم راكم تاكلوا في الكاطو، ماهيش كسرة، ما سيرتو كي عاد طرية ومبسة ما شاء الله. نخرجوها خوتي فرشيطة قبل ما نحطها في الطاجين. انا كنت خوتي راح نطيبها في الطاجين هذا، كنت دنتو بشوية زبدة. الزبدة هذه خوتي راح تمد حمورة، ولا تمد لون رائع للكسرة نتاعنا. نطيبوها خوتي عادي كيما نطيبو الكسرة، نبقاو نحركو فيها وندورو فيها، نحركو فيها خوتي حتى بما تحرقناش من بلايص وتبقى كما نقولوها احنا ماهيش طايبة في بلايص اخرين. صدقوني خاوتي والله جات كسرة ما شاء الله بنينة بزاف، مع البن ومع تمر وزبدة. والله كما نقولها أحلى ماكلة، ونعرفوا باللي الشعب الجزائري يموت على الماكلة هذه. كما راكم تشوفوا خاوتي نقص معكم القرصة هكذا، ونروحو نديرو خاوتي قرصة أخرى، نكملو الشرح تاعنا، ولا نعتو الخاوتي، نعتل الخاوتي كيفاه جات العجينة، كيفاه جا القوام تاعها. جات ما شاء الله، جات عجينة طرية الله يبارك، تمشي في اليد هكذا وحدها. نحاولوا نديرو الشكل تاعنا، يعني كنت حاولت هنا نبان لكم الشكل الدائري
تاع الكسرة نتاعنا. ومن بعد خوتي نخرجوها بالفرشيطة ونحطوها طيب كما طيبنا القرصة الأولى. نتمنى خوتي تجربوها ان شاء الله، وعلى بالي بربي ان شاء الله راح تنال اعجابكم. وماذا بيا خوتي تعطيو لي رايكم في التعليقات. ما تنسونيش خوتي الدعم للقناه تاعي راهي ضعيفه بزاف. ماذا بيا خوتي ديروا لي دعم للقناه، ديروا لي المتابعه، تضغطوا على زر الاعجاب، كذلك زر الجرس، تعطوني تعليقات خوتي باه نكمل ننشر أكثر إن شاء الله. نتمنى ألف صحة وألف عافية على قلوبكم. نتلاقاو خوتي إن شاء الله في حلقة أخرى وفي وصفة، والله مع وصفة أخرى إن شاء الله. ألف صحة وألف عافية مرة أخرى على قلوبكم. راح نشهيكم خوتي، ندير لكم شوية زبدة هكذا في الكسرة مع شوية البن وتمر. ألف صحة وألف عافية. اللي شهيتوا إن شاء الله شهيتوا في الجنة. نتلاقاو في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.